كلنا يعاني من الحزن والهم والأرق، ما يوجد أحد خلق للسعادة. ما عندنا إنسان السعادة حصرت به. جل الناس، كل الناس لابد أن تجد نقصان في حياته يدخل به الحزن، كمن يبني بيتا فيحكمه ويغلقه فتجد هواء الحزن يتسلل إليه عبر مكان نسي أن يغلقه. لهذا حنا الآن وظيفتنا ما نستطيع أن ننزع الحزن. ترى ما أقدر أنزع الحزن، الله بس اللي ينزع الحزن، بس الله فقط سبحانه هو الذي يستطيع أن ينزع الحزن، غير هذا ما يستطيع. وإن نزعه إنسان سبب من الله، انتهى الموضوع. هل هناك آلية لتجنب الحزن؟ وش نسوي حتى ما نحزن؟ الحزن ذاك الساحر الكذاب الذي أعطانا المفتاح ونحن وضعناه في أعناقنا ولم نفكر أن نخرج من السجن. هذا هو الحزن، هذا هو الحزن في الدنيا، سجن نصنعه بأيدينا. هذا هو الحزن في الدنيا الذي نحن إن أصابنا نغلق على أنفسنا الباب ونغلق على أنفسنا السجن ونرضى بالحزن، نرضى بالحزن أن لا يفارقنا كأنه جزء من أحشائنا. هذا هو الحزن، هو السجن الذي نصنعه بأيدينا. لكن ما المفتاح؟ المفتاح هو الثقة بالله، هو الثقة بالذات، هو الثقة بنفسك. لو توقفنا عن الشكوى لفرج الله ما بنا، ولخرجنا من عالم الظلام إلى النور، ولخرجنا من الحزن إلى الفرح والسعادة والرضا. الكثير منا أيها السادة يسجن نفسه في سجن ما، ربما سجن الخوف أو الحزن أو الطمع أو الكراهية أو عدم الرضا أو اليأس أو كلها سجون تمنعنا من جمال الحياة. يا سيدي بيدك المفتاح، يا سيدي بيدك المفتاح. حرر نفسك، أطلق نفسك للسعادة. لا تجعل الحزن يسيطر عليك بتعويذة كاذبة صنعها في أذنك وأنت آمنت بها. اجعل إيمانك بالله أقوى من كل الأحزان. علمتم أيها السادة ما هو الحزن؟ أفضل هندسة في العالم أن تبني جسرا ينقلك من عالم الحزن إلى عالم السعادة. وإياك ثم إياك أن تظن أن هنا راحة، لا راحة تدوم ولا شقاء يدوم ولا سعادة تدوم ولا حزن يدوم. فبرمج نفسك على أنني في هذه الدنيا سأجري وسأمشي وألقى ربي فلا أكترث بشيء. يا سيدي كما أن الشتاء هو بداية الصيف، والظلام بداية النور، والضغط في العمل هو بداية الراحة، والفشل هو بداية النجاح، والحزن ربما بداية السعادة.